بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم معايا من مطبخي مطبخ طماطم. ازيكم عاملين ايه في البرد ده؟ يلا بقى نعمل مع بعض حاجة كده تدفينا، حاجة حلوة وجميلة اللي احنا عارفينها كلنا وبنحبها جدا جدا، حمص الشام، بطريقة سهلة وسريعة. يا رب تعجبكم، ويلا بينا نبدأ مع بعض. وقبل ما نبدأ كده ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا مع بعض على طول نشوف المقادير. معايا نص كيلو حمص الشام منقوع من ليلة قبل كده، من ليلة فاتت، يعني لازم يكون منقوع ليلة بحالها. ومعايا نص كوباية صلصة، معايا وحدتين طماطم وحدة بصل، وكمان كام فص توم كده صغيرين. معايا بالنسبة للتوابل معلقة عصفر ومعلقة كمون وبابريكا وكمان ملح. وفي الخلاط هضيف الطماطم والبصل والثوم مع بعض كده يتفرموا كويس جدا. هنفرمهم كويس جدا في الخلاط، ولو حابين تصفوه ماشي، مش حابين خلاص. هو في الحقيقة وفي العربيات ما بيتصفاش خالص، هو زي ما هو كده خليط. ومعايا الحلة على النار فيها مية، هبتدي اضيف ليها الحمص المنقوع. يستحسن منقوع ليلة بحالها كاملة علشان يريحنا في السوا وما ياخدش وقت مننا خالص. وهضيف كمان الخليط اللي خلطناه مع بعض في الخلاط، اللي هو الطماطم والبصل والثوم، وبس كده. وكمان معايا الصلصة. مش هضيف توابل دلوقتي خالص غير لما اتاكد ان هو قرب يستوي. نقلب كده المكونات مع بعض ونسيبه يستوي عشان يريحنا في السوا. ما نضيفش خالص توابل دلوقتي. قرب يستوي هبتدي اضيف معايا التوابل، ونسيبه شوية كده ياخد من التوابل ويتملح كويس. معايا بقى اللي عمل الدقة المشطشطة، كمون وشطة وعصير 3 ليمونات. انا بعمل دقه مشطشطه، اللي حابب ما يكونش حراقه قوي يضيف معلقه صغيره، اللي حابب حراقه يضيف اكتر براحته. ما بعملش دقه لوحدها وشطه لوحدها. حابين تعملوا دقه لوحدها وشطه لوحدها براحتكم خالص. بنضيف الكمون والليمون، وبنضيف ميه حمص دي للدقه، وكمان للشطه بضيف شطه بس، وبضيف ميه الحمص. وبعد كده بضيف عليه ميه الحمص، وبيبقى جاهز معايا الدقة المشطشطة. خلاص معايا الحمص تقريبا جاهز، ونشوف كده مع بعض السوا عامل ايه. دايب جدا معايا اهو، واستوى خالص وجاهز معايا للتقديم. سواه كويس جدا ومستوي على الاخر، والحبايه دايبه خالص، وهتبقى لذيذه معايا بالخلطه بتاعتها الجميله دي. جهز خلاص معايا، واقدمه بقى باي طريقه انا حباها. الكوبايات اللي عندي اللي موجوده، اي حاجه انتي تحبيها تقدمي فيها. انا هنا قدمت في الكوبايات، كوبايات تقديم كبيرة كده زي ما انتوا شايفين. وممكن كمان نقدمها بطريقة تانية. الكوباية في قلب كوباية بلاستيك كده زي عربيات بره بالظبط، عربيات حمص الشام. وده كان جاهز معايا اهو،
اسرع طريقة لحمص الشام وطعمه جميل جدا. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم، واعملوا كده وفرحوا ولادكم. حفلة حمص شام ما شاء الله بالهنا والشفا. ومعايا كمان الدقة المشطشطة الجميلة قوي دي اللي هتظبط لك طعم معايا. ويا رب تكون الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم، وجربوا معانا حمص الشام وقولولي، ومستنية تعليقاتكم ان شاء الله.